بعد طريقة الساندويش متأكدة رح تنسوا أي طريقة ساندويشات دجاج كنتوا تعملوها من قبل. تعالوا نحضرها مع بعض. بعد ما قطعت الدجاج لشرايح طولية بتبله بزيت الزيتون، صويا صوص معتدلة، بهارات الفاهيتا رح أكتب مكوناتها أسفل الفيديو، وملح وبابريكا. بنقلب المكونات مع بعضها، وكخطوة اختيارية أضفت معجون طماطم رح يضيف لون كتير حلو للأكلة. رح أترك الدجاج بالتتبيلة نص ساعة. بمقلاة واسعة بسيح مقدار من الزبدة، بنزل بالدجاج، مجرد ما يتغير لونه رح أضيف المشروم. فينا نستغني عنه، أنا كان رح يخرب عندي فلذلك حبيت إني أضيفه. بقلبه مع الدجاج ليتغير لونه، وبعدها بضيف حص واحد من الثوم. وعندما يقارب الدجاج على الاستواء رح أضيف البصل اللي قطعته لجوانح. مجرد يدبل بضيف شرايح الفلفل البارد الملون، بقلبها مع المكونات دون ما أتركها تستوي استواء كامل. مجرد نطفي النار بنضيف الجبن الموزاريلا وبنتركها لتسيح. فينا نستغني عنها. وهلا صار دوري نطبق الساندويش. استخدمت هالنوع من الخبز، أضفت مايونيز بالفلفل الأسود